بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل عسير. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، دبر لنا مولانا فإنا لا نحسن التدبير. إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى نزول القرآن شرف ذلك العمل وهو نزول القرآن، ونسب هذا العمل إلى ذاته العظيمة سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عظمة ما أنزل. يقول سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويقول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. شأن عظيم. إذا قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك، يدل على عظمة ما سيقوله سبحانه وتعالى ويبينه في هذا الشأن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيل إنسان يحيي ليلة ويؤجر على أجر مفتوح، أدنى هذا الأجر أن يكون أكثر من 1000 شهر. أجر عظيم. يعني الذي يحيي هذه الليلة يحيي عمره كله، ويحيي قلبه، ويغفر ذنبه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا ينوي النية أن يكون العمل خالص وجه الله سبحانه وتعالى، يؤمن بالله عز وجل، يقوم ويناجي ربه وهو مؤمن أن الله سبحانه وتعالى حي قيوم سميع بصير. وكذلك يؤمن باحتساب هذا الأجر، حتى أن الإمام مالك كان له حلة غالية الثمن يلبسها في ليلة القدر، يتزين، أنه ملائكة تتنزل من السماء: خذ أحسن ثيابك وخذ أحسن عطورك وتعال وتزين وأنت ذاهب إلى المسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا في هذه الليلة يتحقق موضوع الزينة أكثر من غيره. ملائكة تتنزل بعدد حب الرمال، تتنزل إلى الأرض فتشم منا هذه الرائحة العطرة، وتنظر إلى مناظر الثياب الجميلة، ثم تستمع إلى هذا الإيمان وهذا الدعاء وهذه الصلاة. تلتقي الأرض بالسماء في تلك الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. طب هذا الآن أجر عظيم سيناله العبد، ومغفرة للذنوب. ماذا يرجو العبد أكثر من هذا؟ كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين أنهم يرجون رحمته ويخشون عذابه. فمن أمن ذنوبه وقد غفرت بإذن الله تعالى أمن من الخوف، ومن أخذ هذا الأجر العظيم ضمن الجنة. فالذي كان يدعو ربه خوفا وطمعا يتحقق هذا الشأن في الخوف والطمع في ليلة القدر أكثر من أي ليلة. خوفا من الذنوب: يا رب أنا أتيت أحيي هذه الليلة كي تغفر ذنبي، فقد سمعت حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأتيت أتحرى هذه الليلة، يا رب وفقني إليها.
ولا تدخل على ليلة القدر بجهدك وتظن أنك أنت الذي قد جئت إليها. تعال إليها وأنت تعلم أن الله هو الذي أذن لك أن تأتي. يقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا السابق بالخيرات هو يعلم أنه لا يسبق أحد بالخيرات إلا إذا ربي حبيبي سبحانه وتعالى فتح لي أبواب رحمته ووفقني. ولو ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ولا يأذن لنا ما كان أنزل سورة القدر ولا كان أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا كله من إذن الله سبحانه وتعالى، وما كان وجدت المساجد ولا كان وجد الأمن. هذا كله من إذن الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. تدخل المسجد تفتح الباب وكأنك داخل إلى الجنة، تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وتدخل على العظيم سبحانه وتعالى ملك الملوك ينظر إلينا في كل ليلة، وفي ليلة القدر هذا أعظم. طيب، يوجد أمر آخر كثير من الناس ما ينتبه إليه. الآن عظيم الأجر عرفنا ولا نعلم طبعا، لأنه هو خير من 1000 شهر لم يحدد، لكن عرفنا يعني من باب العلم أنه أجر عظيم. ومغفرة الذنوب أيضا الحمد لله عرفنا. في شغلة ثالثة، وهي ماذا ينزل في ليلة القدر غير القرآن؟ تتنزل أقدار أهل الأرض، تتنزل أقدار أهل الأرض في تلك الليلة، الخير من الله للسنة القادمة. طيب، والشر الذي سينزل في تلك الليلة من ذنوبنا. فالآن العبد يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بكرمه، بكرم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول للملائكة: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوا له حسنة، وإن عملها تكتب عليه سيئة، وإن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 حسنات. كرم رباني. مع هذا الكرم الله سبحانه وتعالى يجعل الحسنات يذهبن السيئات. إذا كان واحد عمل سيئة واحدة كتبت السيئة، وإذا عمل حسنة واحدة كتبت 10. فمن 10 هذه تأخذ هذه السيئة، تمحى السيئة وتذهب. هذا من كرم الله. أيضا من كرم الله أن العبد إذا صلى صلاة ثم صلى أخرى غفر له ما بينهما، وإذا وفق للعمرة ثم عمل عمرة أخرى غفر له ما بينهما. هذا كله مغفرة للذنوب. مع هذا ذنوبنا كثير ولا يعلم عددها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي ليلة القدر يأتي القدر الخير من الله يتنزل مع الملائكة، ويتنزل قدر الشر بسبب ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هذا الابتلاء الذي مر بنا العام الماضي من ارتفاع درجة الحرارة، سخونة، الابن مرض، السيارة سلها حادث، السواق هرب، هذه كلها بسبب ذنوبنا العام الماضي. الآن سينزل قدر خير من الله وقدر فيه سوء لا سمح الله بسبب ذنوبنا، وقد كتب وحكم علينا في الليلة القادمة، ليلة القدر القادمة سيكتب للسنة القادمة. طيب، أنا إيش دوري الآن؟ إيش أسوي؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فداها أبي وأمي أم المؤمنين رضي الله عنها، كم علمتنا من الخير. هذا من الخير الذي علمتنا هو عائشة. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب، ليش ما اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ ليش اللهم ارزقني 10 مليون ريال؟ ليش هذا الدعاء بالذات؟ لأنه العفو في الغالب يأتي بعد الحكم. إنسان عليه جريمة، عليه جناية،
ذهب إلى القاضي، فالقاضي أخذ الشهود وأخذ المحضر للحادثة ثم حكم حكما وصدر صك. هنا المجرم ما يطلب المغفرة من المظلوم، يطلب العفو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الآن لا يأتي، ما ينفع المغفرة، الآن مطلوب العفو، لأنه نازل الحكم صدر من ملك الملوك. فلان أذنب، قصر في صلاة كذا، الآن حيجي مرض لولده، حيجي كذا، حيجي له ابتلاء، ونازل القدر في ليلة القدر، نازل الملائكة تتنزل، ويجي العبد في الليلة، هذا الوقت احنا نقول الوقت الضايع يعني تجاوزا، لكن الله سبحانه وتعالى ما يضيع عليه شيء، لا يفوته الفوت. فندعو، نازل القدر وحكم، وملك الملوك تكلم وأصدر الحكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أنا صاحب جناية، أنا مجرم يا رب، ونازل الآن الأحكام علي، يا رب أدركني برحمتك في هذه الليلة، أعفو عني. والعفو في اللغة معناته المحو، يعني كتب الحكم ونازل، والعبد يدعو. كل ما الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بين الركعتين والركعتين هذا يفتكر ذنوبه، يفتكر الحكم الصادر، ويرجع يقول يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيلتقي هذا الدعاء مع القدر نازل. فالملائكة ماذا تصنع الآن؟ خلاص الآن الحكم صادر ونازل، فيلتقي الدعاء مع القدر. مين ينتصر؟ يتصارعان ما بين السماء والأرض، فينتصر الدعاء، ويغير الله سبحانه وتعالى القدر من أجل هذا العبد. قدر سنة كاملة يتغير في لحظة واحدة. ملك الملوك أصدر الحكم. بعض الناس يقول أنا كلمة واحدة. مين أنت كلمتك واحدة؟ أنت عبد. ملك الملوك يصدر عفو عن هذول العباد الذين قاموا ويسألون الله سبحانه وتعالى العفو. لا، والجميل في الدعاء لما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا طلب هذا الدعاء، اللهم إنك عفو، اسمه العفو، مو بس كده، تحب العفو. يعني بالله والله احنا ما نستحي على أنفسنا، نتعامل مع ملك الملوك بشكل يعني، وهو يحب العفو ويحب المغفرة، ومع هذا فينا علينا ذنوب وعلينا أمور وعلينا تقصير وعلينا. والعجيبة إن الله سبحانه وتعالى يقول بين من يريد عفو الله عليه أن يعفو ما بينه وبين العباد. ليش؟ لأنه ربنا ايش يقول في القرآن؟ يقول وليعفوا لأصحاب الحق وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني من أراد ليلة القدر أن يتغير عنده القدر من السوء إلى الخير، عليه أن يعفو بينه وبين الناس. يقول يا رب اعفو عني فقد عفوت عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، يا رب عفوت عن كل من له مظلمة عندي. والله هذا إنسان كريم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول الصحابة يعني تعرف الصحابة عندهم تنافس على الخير، يشوفوا من هذا. فدخل رجل عليه آثار الوضوء. شوف سبحان الله، ربنا يريد أن يكون عليه أثر معين، آثار الوضوء. ثم في اليوم الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول فالتفتنا فإذا هو نفس الرجل وعليه آثار الوضوء. في اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول فالتفتنا فإذا به نفس الرجل وعليه آثار الوضوء. مهم جدا نفهم موضوع الوضوء. فيقول عبد الله بن عمرو فذهبت إلى هذا الرجل وسألته أن يضيفني عنده، يريد أن يعلم ماذا يصنع هذا الرجل في بيته. إحنا عارفينه في برا في الشارع، شايفينه أخلاقه، نبغى نشوفه داخل البيت. يقول فبت عنده الليلة الأولى والثانية والثالثة ما رأيته يصنع شيء يختلف عننا. فقلت له يا فلان إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرك بأنك من أهل الجنة، فماذا تصنع؟
قال والله ما رأيت إلا شفته، هذا اللي أنا ما أسوي شيء زيادة، ما رأيته. يقول فخرجت فناداني دعاني، قال نعم تذكرت شغلة. قال أنا لا أبيت ولا أضع رأسي على الوسادة حتى أقول اللهم إني قد عفوت فيما بيني وبين خلقك فاعف عني. إيش دخلوا هذا في موضوع الوضوء؟ لأن الذي يطهر أعضاءه الخارجية ينبغي أن يطهر قلبه الداخلي، فتلتقي الطهارة على الطهارة، فيكون هذا من أهل الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنت تسأل الله هذا؟ أنت تسأل ملك الملوك هذا؟ طيب أنت ليه ما تسوي هذا؟ أنت عبد، ليه ما تسوي اللي أنت طلبته من ربنا؟ ليه ما تصنع مع الناس؟ ليش تحمل الأحقاد في قلبك؟ ليش تحمل الضغين؟ والله غلطوا عليك عارفين. طيب هم هذول اللي ربنا لما قال وليعفوا وليصفحوا بيكلم مين كان؟ كان يكلم أبا بكر الصديق. يكلمه في إيش؟ يكلمه أن يعفو عمن تكلم عن عرض ابنته عائشة. طيب هو خلاص أقيم عليه الحد، لكن كان أبو بكر ينفق على هذا الرجل، فلما سمعه يتكلم في عرض أم المؤمنين قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم، ربنا أمر أن يعفو عنه وأن يعيد النفقة. أنفق على من آذاني في بنتي وفي عرضي؟ أيوه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنا هذا خط أحمر ولا خط أحمر ولا خط أصفر، انتبه لا تدخل النار. أعفو بين الناس، كسر هذه الخطوط. ما في شيء اسمه خط أحمر، في شيء اسمه إيمان، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. اصنع تجد من الله سبحانه وتعالى يعطيك حتى يرضيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام هذه الليلة، وأن يأذن لنا سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب رحمته، وأن يأذن لنا أن يحيي تلك الليلة ابتغاء لوجه الكريم وابتغاء لمرضاته، وأن يكتب لنا في كل سجدة دعوة مستجابة، وأن يكتب لنا التسبيح والتعظيم والتكبير كما ينبغي لجلاله سبحانه وتعالى ولعظيم سلطانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. إخواني، هذا القرآن العظيم لما أنزل وذكر الله سبحانه وتعالى فيه ما ذكر، لابد أن يعظم هذا القرآن. بعض الناس يضع القرآن على الأرض لما يريد أن يقوم للوضوء، أو بعض الناس يمد قدمه اتجاه القرآن. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كتب في خاتمه محمد رسول الله تأدب مع لفظ الجلالة، فكتب اسم محمد تحت ورسول في الأعلى، الله في الأعلى، محمد رسول الله كتبت من تحت للأعلى تجليلا وتعظيما للفظ الجلالة. فكيف القرآن؟ كيف يضع القرآن على الأرض؟ القرآن يقول سبحانه وتعالى عن القرآن الذي في اللوح المحفوظ، قال سبحانه وتعالى كلا إنه تذكرة في صحف مكرمة، صحف مكرمة معطرة مطيبة، في صحف مكرمة مرفوعة يعني ما تنحط على الأرض ولا توضع بمستوى القدم، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وليس بأقدام، بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. لابد أن يعظم القرآن، ولابد أن يرفع القرآن ويحترم القرآن. إن كان من إجلال الله أن نوقر حافظ القرآن، فكيف بهذا الكتاب يوضع بين الأقدام أو كذا؟ لا. في بعض الناس يكونوا في الحرم فيصلي ويريد أن يتابع مع الإمام، فإذا سجد وضع القرآن على الأرض، فيأتي الناس الذين يبحثون عن مكان للصلاة ويبغوا يخرجوا وكذا فيخطوا بأقدامهم فوق المصحف. والله ما ينبغي هذا. كتاب أنزلناه إليك مبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.